يعني نحمد ربنا طبعا، متاخرين 2-0 والحمد لله رب العالمين. لعبتنا قدرت ترجع للمباراه، واعتقد ان احنا نستاهل ان احنا نكسب. تتكلم في وقت ضايع، احنا ما لعبناش الشوط الثاني، ما لعبناش يا شريف. اللعيبه عماله تقع على الارض، وعمالين احنا باحترام نطلع الكره في الاوت والناس تتعالج. عايز افهم ازاي 5 دقايق، ازاي بخمس تغييرات، 5 تغييرات، 6 تغييرات كمان، 6 تغييرات دول لوحدهم. انت بتتكلم في 3 دقايق، غير الناس اللي وقعت بتتكلم في اكتر من 7 8 لعيبه وقعوا وتعالجوا في الملعب. النواحي الفنيه كابتن حضرتك شفتها ازاي بالنسبه لفريق الاسماعيلي ولا لا احنا بدانا مضيعين فرصتين في اول ماتش، اجى فينا جون. متكلمين طبعا على ان ريكو بيكمل على طول وبتاع وكده، ولازم يبقى فيه مراقبه. لكن الشوط الاولاني كان فيه يعني ما عايز اقولها كده حاله توهان. لكن الحمد لله رب العالمين ظبطت الامور. الشوط الثاني عملنا تغييرات. كنا عارفين ان فرقه الشرطه عشان نرجع للمباراه لازم نشتغل على الجنبين، لازم نطور شويه في الناحيه الهجوميه من الجناب. لعبنا احمد سمير مكان احمد سمير فرج. اعتقد انه كان ليه كلمه وزود الفرقه. وفي الدقيقه 30 عملنا بقى ريسك تاني ولعبنا شوقي السعيد. برضو اعتقد ان هو اشتغل بشكل كويس، هاجمنا ورحنا للجون وضيعوا فرص. يعني الحمد لله رب العالمين، ما فيش يعني ربنا عايزها كده والحمد لله. يعني كابتن اشرف، كنت الفريق في 3 مباريات رسميه، مباراه امام المقاصه، مباراه امام انبي، النهارده امام الشرطه. راضي حضرتك عن الفتره اللي فاتت بشكل عام؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، انا راضي كل الرضا اكيد. ماتش المقاصه ده يعني كباتن اتكلموا كتير في الموضوع دوت، وطبعا كباتن كبار كلهم مدربين كبار. انا ما كنتش لسه استلمت فرقه، كان في ظروف مصر كلها عارفاها. الحاله المعنويه كانت صعبه جدا. كان عندنا وقت بعد كده، وقلنا الحمد لله ان احنا نتحمل المسؤوليه لان عندنا وقت نشتغل وكده. ماتش انبي اعتقد ان الفريق كان مميز. الفريق كان بيلعب بروح قتاليه. الفريق كان متاخر 1-0 الشوط الاولاني، لكن رجعوا للمباراه باصرار وعزيمه. كان معانا شيكابالا عمل فرق زي النهارده مع احمد سمير عمل فرق، لان مهم الماتشات دي عايزه لعيبه عندها حلول تقدر تتصرف. قدرنا نكسب انبي الحمد لله رب العالمين في مباراه كانت قويه جدا. مباراه من 12 سنه النادي الاسماعيلي ما كسبش انبي في انبي. المباراه دي اعتقد ان احنا برضو يعني كنا مجهزين وبتاع كده، لكن اكيد لما هاجي اتكلم على اجهاد هتكلم عليا وعليهم لان هم لعبوا برضو في نفس التوقيت معايا. لكن اعتقد لا، لعبتنا لاخر وقت بتحاول، لكن هم احنا اتسرقنا. بتتكلم في اول دقيقه انت مضيع جونين في اول دقيقه. بيفرق معانا اكيد اما يبقى عندك مهاجم متميز غير يعني مهم. الفرص دي كلها يعني جوان، بتتكلم في الجون فاضي وبتتكلم في حاجات سهله جدا 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 يعني. لكن في الاخر الحمد لله متاخر 2-0، ده العقليه بتاعت الحمد لله اللي احنا بنشتغل بيها بشكل كبير. اللعيبه رجعت المباراه بشكل كويس جدا. اعتقد ان احنا ضيعنا كمان لينا اكتر من فرصه، وفي الاخر خالص الحمد لله يعني نحمد ربنا. اشرف، قرار من مجلس الاداره، حضرتك قررت تقديم الاستقاله، لكن مجلس الاداره قرر تجديد الثقه في حضرتك ويكون موجود في الجهاز الفني الجديد للفريق. ما هو ده كلام. انا في فرق ان انا قدمت استقاله، وفي فرق ان انا بتتكلم في احترافيه. مدرب هيجي مسؤول، هو من حقه يختار للصف بتاعه. ده كلام يا جماعه ما بيزعلش حد، ده كلام طبيعي يعني. فانا ده اللي قلته. لكن بعد مباراه انبي بالتحديد، ويمكن قبل المباراه كمان الحاج محمد كلمني بنفسه قال لي ما فيش الكلام ده، انت مهم جدا للنادي واحنا انت لازم تكون معانا وبتاع. ويمكن الكوتش مستر النابي يعني قعد معايا وقال انت لازم تبقى موجود وكده. وانا بالنسبه لنا ده نادينا، اي حد من رواد النادي يا شريف بيطلب في اي موقع ما بينفعش يقول لا. اعتقد ان كانت الاصعب على النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت دي، فترة كانت صعبة، فيها كلام كتير، فيها تصاريح كتير. فأعتقد إن هي كانت فترة صعبة يعني.